تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. 4 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو سلام حول العالم أينما كنتم. أحييكم في حلقة ولقاء متجدد بكم في هذا اليوم في نفس الموعد مع برنامج خطوة. معي أنا خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش. موضوع حلقة اليوم من المواضيع التربوية المهمة جدا أو الشائكة، اللي هو تربية الأبناء بين الماضي والحاضر. السبب في طرحنا لهذا الموضوع نحن تواجهنا إشكالية مهمة جدا في هذا الأمر، أو خلط، أو عندنا مشكلة حقيقة في موضوع التربية. التربية قديما كيف كانت، والتربية حديثا كيف أصبحت، كيف كان شكل التربية زمان، مين كان المسؤول عن تربية الأبناء، والآن من المسؤول عن تربية الأبناء، والأب إيش دوره في موضوع التربية؟ هل هو حاضر في أثناء تربية الأبناء ومؤثر وله دور كبير، ولا هو غائب ودوره فقط يقوم على الإشراف والمراقبة وتوفير احتياجات البيت، يعني زي وزير الاقتصاد؟ وإيش هي العوامل اللي تؤثر أساسا في تربية الأبناء قديما وحديثا، واللي ساعدت على إيجاد اختلاف في موضوع التربية؟ والسؤال المهم، إيش الهدف أساسا من عملية التربية قديما وحديثا؟ هل عندنا هدف نسعى للوصول إليه عندما نقوم بتربية أبنائنا وتوجيههم وتنشئتهم قديما وحديثا، ولا هي المسألة عشوائية فقط؟ وهل الآباء والأمهات في الوقت الحالي، يعني قديما وفي الوقت الحالي، هل كانوا مستعدين أساسا أن يكونوا مربين ولا لا؟ وهل يحتاج الآباء والأمهات تربية قبل أن يكونوا هم نفسهم في موضع المربي والمؤثر على الأبناء؟ الكثير من هذه الأسئلة اللي تدور في بالنا وتدور في بال المستمعين، وكثير من الآباء والأمهات اللي يجدوا صعوبة في إيجاد الأسئلة أو الإجابات للأسئلة اللي تدور في بالهم، هي اللي راح نناقشها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، تربية الأبناء بين الماضي والحاضر. طبعا بصفة عامة تربية الأبناء في الماضي لها شكل معين ولها طريقة معينة. فكان مثلا قديما، نبدأ احنا نتكلم مثلا عن تربية قديمة. تربية الأبناء قديما كانت تعتمد بالدرجة الأولى على الزوجة أو الأم، أن هي تربي الأبناء وتعتني فيهم. تربيهم إيش معناها؟ تأكلهم وتشربهم وتغرس فيهم الأخلاق وتعلمهم يعني كيف يكونوا يعني أبناء صالحين. عاد تعريف الصلاح يختلف يعني من زمن لزمن، يعني إنما يكونوا أبناء جيدين في مستوى أخلاقي جيد، في مستوى تعليمي جيد، وفي مستوى صحي جيد. فكانت الأم هي المسؤولة عن عملية التربية في المجتمع الموجود اللي هي موجودة فيه. طبعا المجتمع كمان كان يساهم في عملية التربية ويشارك فيها من خلال وجود إيش؟ قاعدة بيانات أو عادات وتقاليد وعرف يسير عليه كل الأمهات. لذلك كان موضوع التربية موضوع يعني شوية سهل، لأنه كل بيت تقريبا يتبع نفس النمط في التربية والتعامل مع الأبناء، والآباء أيضا يتبعوا نفس الأسلوب في تعاملهم مع زوجاتهم وأبائهم، وما كان أحد ينكر شيء. فالغالب كان أنه المجتمع بيأثر بشكل غير مباشر، لأنه خلاص صار في عرف معين في طريقة التعامل، وفي كيف أتكلم مع ولدي، كيف يكلمني، كيف ألقنه الشيء أو أعلمه مهارة معينة أو أسلوب معين أو سلوك معين.
فكان هذه الأشياء هي المتوفرة، وكان طبعا أهل الأم وأهل الأب يعني الأجداد يشاركوا في عملية التربية هذه في غرس القيم الموجودة في المجتمع في نفوس هؤلاء الأبناء. فكان ما في يعني عملية التربية ما كانت صعبة، ما كانت صعبة لأنه كل الناس نفس الطريقة بيتبعوا الشارع الحي، لأنه الناس كانوا عائلات متقاربة والناس عددهم قليل، والظروف والعوامل اللي تساعد في التربية الموحدة هذه متوفرة تماما، والجميع يحافظ دائما على الأبناء ويربيهم بشكل جيد. بس حقيقة ما كان فيه هدف معين في موضوع التربية غير أنه الطفل يكون يعني أخلاقه كويسة، وإذا هو يعني يحب يتعلم لمرحلة معينة دراسية معينة ثم ينخرط في الحياة العملية. والبنت في الغالب يعني ما تكون يعني دخلت التعليم إلا التعليم الابتدائي أو الشيء البسيط جدا، ثم في عمر معين وهو اللي كان دارج تتزوج وتبدأ نفس المرحلة من أول وجديد. هذا هو كان شكل التربية. طيب والأب فين كان دوره؟ الأب كان دور يتمثل في المراقبة فقط، يعني يراقب سير الأمور، الأمور ماشية كويس، الأم قاعد تقوم بعملية التربية بشكل جيد، الأبناء يعني مسيطر عليهم، منضبطين، موفر لهم حاجاتهم الأساسية بما يتناسب مع هذاك المجتمع. خلاص هذا هو كان هذا الحد يعني الدور الأساسي للرجل أو للأب في هذا البيت. فكان الأبناء طبيعة الحال يتعلقوا بأمهاتهم ويتشربوا كل شيء منها. هذا قديما. حديثا لو نجي الآن في العصر الحالي كيف شكل التربية؟ الآن شكل التربية أصبح يعني واسع جدا وكبير جدا. يأتوا الأبناء ثم يتم تربيتهم بشكل صراحة أنا أسميه شكل غير واضح. ليش أسميه شكل غير واضح؟ لأنه أساسا الأبوين يعني فجأة كذا يتزوجوا وفجأة يلاقوا صار عندهم طفل، وبعدين يبدأوا من أول ما يجي الطفل يبدأ يتعلموا كيف أتعامل معاه دحين هو صغير، كيف طيب لما صار عمره سنة، صار عمره 3 سنين إيش لازم أسوي، و4 سنين وبس. ويبدأوا هم أساسا يتعلموا موضوع التربية لما يجيهم الأبناء. لكن طوال رحلة تربية أبنائهم هم ما عندهم أي خلفية ولا أنهم مهيئين أن يكونوا مربين. وكنا نلاقي أو ما زلنا نلاقي أنه كل بيت يختلف طريقة التربية التي يمارسها ويطبقها مع الأبناء في البيت. فنلاقي هذا البيت الأسلوب والطريقة التي يتبعها في التربية تختلف عن هذا البيت، حتى وهم في عائلة واحدة تختلف تماما. النظام التربية القائم في هذا البيت يختلف عن هذاك النظام، والأفكار والمهارات والأشياء اللي احنا نحتاج نحن نربي أبناء عليه تختلف تماما من هذا البيت إلى هذا البيت. فكان في اختلاف واضح جدا بين البيوت اللي هم حتى في العائلة الواحدة في طريقة تربيتهم أبنائهم. طبعا هذه التربية ما راح نقول إنه العائلة قاعد تشارك في عملية التربية، العائلة الكبيرة أو المجتمع، إنما هم ما لهم دور، لكن المجتمع كان يربي بطريقة غير مباشرة أو غير مقصودة. إيش معناها بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة؟ هو العشوائية الموجودة هذه هي اللي تخلي الناس ما عندهم أي خطة. فالأم المرتبة واللي عندها خطة مثلا تتصادم مع المجتمع لما أولادها يخرجوا ما يعرفوا تماما ليش أمهم بهذا الشكل، ليش قاعد تربيهم بهذه الطريقة، في حين أنه مثلا ولد عمتهم ولا بنت عمتهم ولا بنت خالهم ولا ولد خالهم أمهم ما تتعامل معهم بهذه الطريقة. فكان هذه الأشياء مثلا مؤثرة. طبعا بالإضافة إلى أنه دخل في العصر الحالي خطوط أخرى في عملية التربية اللي هي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وكتب التربية المترجمة التي جاءت إلينا من الخارج أو من الغرب. طبعا هذه الأشياء كلها دخلت في خط تربية الأبناء اللي كان أساسا زمان كان المجتمع والناس والعائلة يربوا بنفس الطريقة. الآن أصبحت العائلات الجديدة أو التربية الحديثة تقوم على خليط من هذه الأشياء. فدخل النت بأفكاره
وكل مشكلة يعني تواجهنا مثلا على طول ندخل في النت ونبحث عنها في موضوع التربية، فتيجي أفكار كثيرة جدا، وصار الواحد عنده الآن قائمة من الخيارات للتعامل مع هذه المشكلة التربوية فيبدأ يطبقها. وأصبح عندنا دورات كثيرة جدا في موضوع التربية، يعني تشتت المربين نفسهم. وكمان عندنا الكتب المترجمة هذه أثرت في موضوع التربية، فتلاقي بعض الأمهات مثلا، أكثر شيء الأمهات طبعا أكثر من الآباء، يبدأوا يقرأوا في موضوع التربية وتربية الأبناء، وكيف تخلي طفلك ذكي، وكيف تتعاملي مع الطفل العصبي، وفي المراحل مش عارف إيش، يعني في كتب كثيرة جدا. فالأم لما تقرأها تفكر الموضوع جدا سهل وتبدأ تطبق هذا الكتاب، ثم تحتاج في مرحلة معينة كتاب آخر، ثم في مرحلة ثالثة كتاب رابع ثالث، وبهذا الشكل. فصار عندنا عوامل كثيرة داخلة معانا تأثر على عملية التربية. طيب دور الأب فين في التربية الحديثة؟ دور الأب ما زال غائب، برضه هو زي وزير الاقتصاد، لازم يوفر لأهله وعائلته ما يحتاج إليه، ومشرف عن بعد. شوية كان في التربية القديمة هو مشرف عن قرب، يعني مطلع، والبيت كله ماشي على نظام وعلى حسه، يعني زي ما نقول. لكن في التربية الحديثة أصبح دور الأب ضعيف جدا وهامشي ولا يرى أساسا. فأحسن ما تفعل الأم النبيهة أن هي تنتبه لأولادها، لكن الأم اللي تكون متعبة تماما من أنها تكون أم مربية تترك الأبناء كمان، تخف القبض عليهم أو مسكهم في تربيتهم وتوجيههم، لأنه الأب أساسا غائب. فهي تشعر أن هم دول مش أولادي لحالي، هم أولادك، فلازم تساعدني في التربية، والخلافات في هذا الجانب تفرط الحبل التربية اللي محاطين به هؤلاء الأبناء. فهنا دخلت عوامل كثيرة جدا أثرت على موضوع التربية الحديثة، وأوجدت عندنا أساليب وطرق مختلفة جدا في ممارسة هذه التربية. طيب الآن إيش المشكلة اللي إحنا نبغى نتكلم عنها؟ ليش اختلف عندنا موضوع التربية قديما وحديثا، وكيف عرفنا أنه هو مختلف؟ نحن عرفنا أنه هو مختلف من الناتج. ناتج الأبناء قديما هو يختلف تماما عن ناتج الأبناء حديثا. الأبناء قديما عندهم انضباط سلوكي، عندهم انضباط أخلاقي، عندهم سلوك اجتماعي صراحة يعني نعتبره احنا يعني ممتاز، من ناحية احترام الكبار، من ناحية معرفة دورهم في المجتمع، من ناحية مساهمتهم، من ناحية تحملهم للمسؤولية، من ناحية خروجهم في سن مبكرة للحياة العمل، أنهم أصبحوا رجال، والنساء كمان زواجهم المبكر ووعيهم المبكر خلاهم أنهم يكونوا نساء قويات ومؤثرات. لكن في الوقت الحالي أصبح عندنا مشكلة أنه الأبناء أصبحوا عندهم ضعف في التربية، ضعف في أخلاقهم، ضعف في سلوكهم، ضعف في انتمائهم، ضعف في دينهم نفسه. يعني تأثر تماما. فأصبح الجيل الأول كان جيل قوي جدا، الجيل الآن الحديث هو جيل هش وضعيف جدا، ولا يمكن الاعتماد عليه بأي شكل من الأشكال. فهذه الإشكالية الآن اللي حدثت هي التي أوجدت عندنا مشكلة في التربية أو مشاكل في التربية. نحن نحاول دائما نحلها، لكن حلنا لها هو زي السد الكبير اللي صار فيه فتحة، يا دوب نسد هذه الفتحة وتيجي فتحة ثانية ونسدها، وفتحة ثالثة ورابعة وخامسة، حتى ينهد هذا السد على من فيه. طيب ليش هذه الأشياء كلها موجودة؟ ليش المشكلة هذه أساسا موجودة؟ المشكلة هذه ليش موجودة؟ بسبب غياب الوعي والعلم اللي المفروض يكون أو يتحصل عليه الآباء والأمهات والمربين قبل أن يكونوا هم أنفسهم مربين. مسألة التربية مسألة ليست سهلة. احنا لما نيجي نتكلم عن مسألة التربية هي ما هي مسألة أنه أنا أكل أولادي وأشربهم، ما هي مسألة أني أنا ألبسهم، ما هي مسألة أني أنا والله أشتري لهم أحسن شيء وأدخلهم أحسن مدارس. هذه ليست تربية.
هذه أشياء أساسية الحياة لازم أقدمها أنا لأبنائي. لازم أقدم لهم الأكل والشرب، لازم أوفر لهم الحياة الكريمة، لازم أوفر لهم التعليم المناسب لوضعي أنا وحاجة أبنائي لهذا التعليم. لازم أوفر لهم هذه الأشياء. فتوفير مستلزمات الحياة ومستلزمات الضرورية لهم هم حتى ينشأوا، هذا دوري أنا، واجبي أنا أقدمه لأبنائي. لكن هذا ما يدخل في موضوع التربية على الإطلاق، وليس له علاقة بالتربية. موضوع التربية موضوع مختلف تماما. موضوع التربية ما له علاقة لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالكتب اللي أشتريها ولا بالمعاهد اللي أدخلهم ولا بالمدارس اللي ألحقهم بها ولا بالشهادات الجامعية التي يحصلوا عليها. الموضوع مختلف تماما. نحن طالعين فاصل، بعد الفاصل رح نتكلم إيش قصدنا إحنا بالتربية اللي إحنا نبغى نتكلم عنها، وندخل فيها بعمق إلى داخل بيوتنا وفي تربيتنا لأبنائنا حتى نصل بهم إلى جيل واعي وناضج وصالح بإذن الله تعالى. ابقوا معنا، لا تروحوا بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. 4 2 رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا توقفنا عند سؤال ايش قصدنا احنا بالتربية اللي نبغى نحققها في ايجاد جيل صالح وواعي وذو هوية مميزة. طبعا قبل ما نجاوب على هذا السؤال خلوني ارجع اكد لكم على شيء مرة مهم، ان احنا ذكرنا التربية قديما والتربية حديثا، ويؤسفني جدا اني اقول انه التربية قديما والتربية حديثا هي يعني أنتجت التربية قديما بالذات أنتجت صح جيل مميز لتلك الفترة، للفترة اللي كانوا موجودين فيها، لكنهم جيل ما ينفع بنفس الأفكار، وإذا كان في أساسا أفكار مميزة أو بنفس الطريقة اللي تلقوا بها التربية أن يستقبلوا حياتهم المقبلة أو المستقبل. يعني هم جيل ينفع لنفس المرحلة الزمنية اللي هم عايشين فيها، لكن ما ينفع أن احنا ننقلهم بنفس أفكارهم للمستقبل، لأن هم ما يعرفوا كيف شكل المستقبل. وطبعا التربية الحديثة هي في المستقبل، فالجيل اللي عايش في الوقت الحالي أسلوب التربية الذي يتبعه مع الأسف الشديد هو أسلوب يعني غير ناجح. ما بقول فاشل، لكنه غير ناجح وغير صالح في إنتاج أو إيجاد جيل مميز وذو هوية مميزة ومختلفة عن الواقع الذي يعيشوا فيه. طيب ليش كلا التربية القديمة والحديثة هي غير ناجحة؟
لأنه التربية القديمة ما كان لها لا أسس ولا قواعد ولا أي شيء، كانت بسيطة جدا وماشية على العادات والتقاليد وعرف المجتمع، فالمجتمع بيربي والأهل بيربوا والجيران بيربوا بنفس الطريقة، كلهم يعني نسخ متكررة بأشكال مختلفة فقط. الأسلوب المتبع في التربية الحديثة قائم على إيش؟ قائم على أنه العوامل أخرى دخلت في موضوع التربية أو مشاركة في موضوع التربية، اللي هي إيش قلنا؟ قلنا النت، وسائل التواصل الاجتماعي، الكتب المترجمة، الأصدقاء، المجتمع باختلاف أفكارهم اللي تلقوها هم أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فكل الناس أو أغلب الناس إلا من رحم الله كلهم تقريبا بيربوا بنفس الطريقة، لكن باختلاف أساليب. ليش؟ لأنه كل واحد بيختار هل يربي أبنائه على كده ولا يربي أبنائه على كده ولا يربي أبنائه على كده. هذه الطريقة طبعا توجد إيش؟ جيل زي ما نقول إحنا مشكل، فما يشبهوا بعض. وهذا الشيء إحنا نلاحظه إنه العائلة الواحدة مثلا أبناء العم أو أبناء الخال ما يشبهوا مع بعضهم البعض، مع أنهم هم نفسهم يعني ويأكلوا ويشربوا مع بعض، لكن أسلوب التربية المتبع مختلف تماما. لذلك هذا إيجاد اللي هو الأبناء أو الجيل المختلف اللي هو ما يشبه بعض ولا يشبه ولا له هوية، هذا يجعل عملية التربية عملية غير ناجحة. طبعا احنا ما قاعدين نتكلم عن مجتمع، احنا قاعدين نتكلم احنا بصفتنا مسلمين. نحن المسلمين عندنا مشكلة في موضوع التربية، ومشكلة كبيرة جدا مهما تكلمنا فيها. نحن بنتكلم عن معالجة النتائج، المعالجات للمشاكل اللي صارت، لكن نحن ما قاعدين نطرح المشكلة من الجذور حتى نصل إلى الحلول الممكنة. لأنه احنا في التربية ما بنبدأ من الأساس، احنا بنبدأ من بعد الأساس. خلاص احنا عندنا مسلمات، نحن مسلمين انتهينا. طيب بعد كده ايش بنربي احنا او ايش الأفكار اللي بنعطي؟ ما احنا عارفين. فهذا الازدواجية والخلط الكبير جدا في أنواع مختلفة جدا من التربية اللي جاية مستوردة من برا واللي جاية من هنا وهنا وهنا وهنا، هي اللي توجد عندنا مشاكل مختلفة تماما. طبعا هذا مو بس نحن بصفتنا مسلمين، على فكرة هذا الكلام ينطبق حتى على المجتمعات الغربية. يعني مثلا المعايير أو طرق أو أساليب المتبعة في تربية الأبناء مثلا في السويد مختلفة تماما عنها في هولندا، مختلفة عن أمريكا، مختلفة عن أوروبا، مختلفة عن النرويج، مختلفة تماما. والاختلاف ده المفروض ما يصير. الاختلاف يصير في إيش؟ اختلاف في الأساليب المتبعة، لكن القاعدة الأساسية اللي ينبني عليها موضوع التربية المفروض يكون واحد، خاصة لأبناء الملة الواحدة. يعني إذا نحن لما نيجي نتكلم نحن بصفتنا مسلمين، موضوع التربية هنا لازم يخضع للأفكار الإسلامية التي نحملها وننطلق بها. ممكن موضوع التربية الإسلامية هو موضوع غير واضح، وممكن لما أحد يسمع فيه يفهم تماما أنه قصدنا نحن نربي أبنائنا يحفظوا الحديث والفقه والتفسير ويصيروا شيوخ ويدخلوا مدارس التحفيظ، وهذا هو الموضوع. مو كذا على الإطلاق. موضوع التربية الإسلامية معناها تربية اللي هو الأفكار، معالجة الأفكار أو طرح الأفكار. أني أنا أعلم أبنائي أو قبل حتى أبنائي أن المربين أساسا يكون عندهم يحملوا الفكر الإسلامي الصحيح، وليس الفكر الإسلامي الخليط من كل شيء، الخليط من الأفكار الغربية، الخليط من العادات والتقاليد، الخليط من المجتمع، الخليط من الهوى. إنما يكون فكر إسلامي واضح. ولما نقول فكر إسلامي واضح إنه هو إيش؟ إنه إحنا نؤمن بوجود الله، ونؤمن إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ونؤمن إن القرآن هو كلام الله. معناها إن إحنا لازم نرجع في أفعالنا وأقوالنا إلى قال الله وقال الرسول. يعني يكون ببساطة مقياس الأعمال عندنا هو الحلال والحرام. فبالتالي أنا لما أجي أربي ولدي وأربي بنتي منذ الصغر، معناها لازم أشربهم هذه القاعدة الفكرية. ما أقول والله إحنا مسلمين وخلاص أولادي مسلمين. إذا إحنا أساسا لازم نعرف إحنا مسلمين كيف، يعني معناها أولادنا لازم كمان يعرفوا كيف هم مسلمين، مو بالعادة والتقاليد ولا بالولادة ولا بالميلاد لما يكونوا مسلمين. معنى أني أنا أقول لولدي ولا بنتي أنه شوف هذا الله سبحانه وتعالى هو ربنا وخالقنا، وهو اللي احنا نرجع إليه في كل أمرنا، وهو المحيي والمميت إلى آخر هذا الكلام ببساطة طبعا. ولما نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأمة، وأنه رسولنا، وأنه هو اللي جاء بالقرآن، وأنه الإيمان بهم هذولا يعني أمر
يعني منتهي منه، مقطوع يعني. عدم الإيمان بأن الله، أو أنه الله مو ربنا، أو أنه أي أفكار يعني فيها خروج عن هذا المعنى، هذه إشكالية طبعا في التربية. فلما أنا أدخل العقيدة الصحيحة في ذهن الأبناء والبنات هم صغار، أن الله هو الخالق، هو الإله، وأن محمد هو الرسول، وأن القرآن هو كلام الله، وإحنا أعمالنا كلها تقوم على الحلال والحرام، وأنه مو مهم أنا إيش أقول لك، المهم أن أنا يعني تراقب الله في أفعالك، وأنه أنت تحتكم إلى إيش الحلال وإيش الحرام، تعرف هذه الأشياء وأعرفك إياها وتقوم فيها بأسلوب بسيط. لما أبدأ أربي أبنائي بهذا الشكل، هذه هي التربية الإسلامية، هذا هو الأساس. لما نيجي الآن الطفل أو أبني فوق هذا الأساس أشياء معينة، أعلمه سلوكيات معينة، يجي الآن دوري أنا في إسلامي ومعرفتي بهذا الإسلام، بأفكار الإسلام أو المفاهيم المتعلقة بهذه الأفكار. والله أنا عندي مثلا ولد صغير أو بنت صغيرة في عمر مبكر مثلا يكذب، هو طبعا ما يعرف أساسا أنه هو يكذب، ولا يفكر أساسا بالكذب، ولا يعرف إيش مفهوم الكذب، لكن أنا أعرف أنه مفهوم الكذب إيش هو. فأنا لازم أشرح لولدي مو مفهوم الكذب اللي أشرح له، إنما أشرح له مفهوم الصدق إيش هو، إيش معناه، وأربط له إياه بواقع حياته بأسلوب بسيط جدا. هذا يسموه كذب وهذا يسموه كذا، وأن الله لا يحب كذا، مو أنه عيب الواحد يكذب أو ما يصير الواحد يكذب، ترى أزعل منك لما تكذب، مو بهذه الطريقة. ما ندخل لا عادات لا تقاليد ولا رغباتنا في موضوع التربية. كل كلامنا مع الأبناء والبنات أثناء تربيتهم لازم يكون مرتبط بعقيدتهم الإسلامية. لما نيجي الطفل يكبر على هذا المنهج وعلى هذا الأساليب الإيمانية، حيبدأ يطرح أسئلة، وطبيعة يعني الطفل حتى لو ما تربى كذا هو بيطرح أسئلة. ليش يطرح أسئلة؟ طبيعي يعني يطرح أسئلة لأنه يحتاج إجابات تقنع عقله وتملأ قلبه اطمئنان، فحتيجي أسئلة معينة، فإحنا حنجاوب الأسئلة دي. كيف حنجاوب إياها؟ حنجاوب على أساس العقيدة اللي إحنا نعرفها واللي قاعدين نربيه عليها، ولا على أساس ما نقرأه في كتب التربية الغربية، ولا على أساس ما يقال في السوشيال ميديا، ولا على أساس المجتمع، ولا على أساس إنه هو طفل وما يعرف وما يفهم مشكلة، يعني أجابه إجابات خاطئة ويلا ويحمل هذه الإجابة الخاطئة ويكبر عليها. هل بهذا الشكل نحن نربي؟ لا، احنا قلنا نربي أساسا أول شيء نثبت موضوع العقيدة بشكل بسيط. وممكن لما أحد يقول لي يعني المفروض أنه طبيعي يعني خلاص احنا مسلمين وهذا الشكل، لا مو طبيعي. لما الطفل يعرف أنه احنا نرجع في أحكامنا وفي كل سلوكنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما قال الله تعالى وإلى الحلال والحرام، خلاص معناها أنه أي شيء خلاف هذه الأشياء هو موضع شك بالنسبة له وما راح يأخذ به. فحيجلس يفكر في كل فكرة تطرح في أي مجلس، وهو صغير مثلا يسمع شيء حيفكر فيه بناء على اللي قاعد يتعلمه في البيت من والديه من الأفكار الصحيحة. حيبدأ يقارن كيف هذا كذا وكيف كذا وكيف هذا وكيف كذا، وليش هذول قالوا كذا إذا كان كذا، طب هم مسلمين ونحن مسلمين. فيحتاج إجابات حتى إيش يصل إلى الطريق الصحيح والدخول في مسار الأبناء الصالحين. وهذا الشيء يتحصل قلنا احنا بالتربية الإيمانية والتربية العقدية للأساس. هذه التربية الإسلامية. ما يلزمني أنا في التربية الإسلامية والله أن أنا أحفظ ابني القرآن ولا بنتي حتى، مو لازم يحفظ القرآن، لأن الله سبحانه لما أنزل القرآن ما قال احفظه، هو الله سبحانه تولى أساسا حفظه فما راح يضيع. إنما أمر الناس أنها تفهم القرآن الكريم وما يقال فيه من تعليمات، من أوامر، من أحكام، من كل شيء، حتى يستطيع الإنسان يطبقها في واقع الحياة. فأنا لما أجي أقرأ ولدي مثلا سورة بسيطة جدا وأربطها بإيش الله يقول في هذه السورة بأسلوب بسيط يناسب عمره، هل الطفل بعد كذا كيف راح يكون علاقته مع الله؟ حيكون علاقته قوية جدا، راح يحب الله سبحانه وتعالى. ولما يحب الله سبحانه وتعالى حيلاقي نفسه أنه هو بيدخل في مسار هو رضا الله أو طلب رضا الله سبحانه وتعالى في أي عمل يقوم فيه. طبعا هذا الشيء حتى يتحقق في البداية لازم يكون الوالدين مستعدين بأنهم هم يكونوا مربين صالحين، من خلال أن يكون عندهم أساسا يعرفوا فكر الإسلام، يحملوا أفكار الإسلام ويعرفوا مفاهيم الإسلام حتى تتغير السلوك. الإنسان إيش عبارة عن إيش؟ عبارة عن أفكار يحملها في دماغه ومفاهيم،
وبعد كده تصير سلوكيات تظهر عليه، وبعد كده يصير مشاعره إما بين الرضا والغضب وإما بين السعادة والتعاسة يعيش. فالازدواجية اللي قاعدة تحدث في العصر الحالي أو في الوقت الحالي في موضوع التربية، نحن ناخذ من هنا وهنا 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 وهنا، نحن غير سعداء بها ولا أبنائنا سعداء بها، والناتج مع الأسف الشديد يعني ناتج يعني مخزي صراحة. يعني ليش مخزي؟ لأنه نحن الحياة بالنسبة لنا صارت سهلة، وسائل التعلم صارت سهلة، وأبنائنا وبناتنا ولله الحمد وصلوا مراتب عليا في التعلم وطلب العلم والشهادات العلمية حرفيا يعني. لكن في الجانب التربوي هم صفر. صفر بما نقول صفر ليش؟ بصفتهم مسلمين. يعني الأفكار اللي يحملوها أبناءنا المسلمين هي أفكار خليط من كل شيء. لذلك هذا اللي نحن نواجهه، نحن نواجه إيش؟ أشخاص عندهم ازدواجية، يقبل شيء ويرفض شيء، يقبل شيء على أساس معين ويرفضه والله على أساس معين، إما على أساس أنه عايش في مجتمع معين يعارض هذه الأفكار، وإما على أساس العادات والتقاليد، وإما على أساس الهوى. فهذه الإشكالية هي اللي دائما عندنا، ما احنا عارفين كيف نعالجها إلا بالرجوع للأصل والأساس. طالعين فاصل وراجعين نكمل هذا الموضوع المهم، فلا تروحوا وابقوا معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. 4 3 2 1. رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا كنا قاعدين نقول انه اختلاط الاشياء مع بعضها البعض هو اللي ادى الى ايجاد اللي هم ابناء عندهم افكار مختلطه كثيره جدا. طيب نحن في الاساس لما نبغى نحل الموضوع هذا نرجع لاساس الشيء، نرجع للمربين اساسا. هل المربين محتاجين اساسا انهم يخضعوا لدورات في التربيه الاسلاميه او فهم كيف تتم عمليه التربيه الاسلاميه او ما هي المقصود فيها؟ طبعا يحتاجوا مو دورات، يحتاجوا اساسا انهم هم يكونوا مهيئين، زي ما الناس الان تدخل دورات لتاهيل قبل الزواج ودورات لتطوير الذات ودورات ودورات ودورات. المفروض نحن قبل موضوع ان احنا انجاب الابناء نكون نحن نخضع نفسنا ونشوف هل نحن فاهمين موضوع التربيه ايش معناه؟ هل عندنا أهداف مع أبنائنا؟ إيش الهدف اللي أنا أبغى أوصل له مع ولدي أو بنتي لما أجيبهم الدنيا؟ يعني الفرحة دي إنه إحنا مثلا المرأة تجيب أبناء والرجال يكون عنده أطفال، هذا شيء حلو جدا، لكن الاستثمار الحقيقي هو في تربيتهم، مشروع مدى الحياة. أو ولد صالح يدعو له، مشروع مدى الحياة.
والمشروع هذا ممكن لما يفهم الرجل والمرأة إيش معنى هذا التربية، وإيش الأساليب والطرق اللي لازم أتبعها في تربية أبنائي، وكيف أجعل منهم أبناء صالحين لأمتهم ولأنفسهم ولمن حولهم، وأجعلهم بذور خير أساسا يعني بما ينقلونه. لأن موضوع التربية لما نحن نربي أبنائنا راح يربوا أولادهم على ما تربوا عليه. هذه طبيعي يعني، هذه السنة الكونية، إنه الإنسان بيسوي الشيء اللي يعرفه في حياته اللي مر عليه. فيكون أنا ربيت أبنائي وأبنائي ربوا أبنائهم، ونقلوا هذه الفكرة حقت التربية للعائلات الثانية، وتأثر واضح جدا. فيكون هنا فعالين جدا. فهذا الخير اللي احنا نغرسه في أبنائنا نحتاج نحن نشتغل عليه قبل أن يأتوا إلى الدنيا. يعني نشغل أنفسنا نحن أساسا كمربين آباء وأمهات إن احنا نعرف إيش معنى التربية الإسلامية، وأسأل نفسي أنا إيش الهدف اللي أبغى أوصل له مع ابني وبنتي في موضوع التربية. لما أقول الهدف، بعض الأحيان الهدف ممكن ما أشوفه أنا، ممكن إنسان يموت في عمر بكر ما يشوفه، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ له أبنائه بنيته التي نواها أثناء تربية أبنائه. يعني إنما الأعمال بالنيات. والله أنا أبغى ابني وولدي يكونوا أبناء مسلمين حقيقيين، يحملوا هم الإسلام ويحملوا هم المسلمين ويحملوا هم التغيير وهم نهضة الأمة وهم يعني ما يعيشوا لأنفسهم، يعيشوا للآخرين. لما يكونوا بهذا الشكل معناها أن الله سبحانه وتعالى راح يهديني ويرشدني، طالما أنه هذه هي همتي وهذه نيتي. فحتنفتح أبواب لتعلم هذه المهارات في التربية الإسلامية والأساليب المتبعة فيها. هذه النية التي نبتدئ بها لما ربي يرزقنا الأبناء والبنات ونبدأ الرحلة معاهم، لازم نذكر أنفسنا أنه هذا مشروع مدى الحياة إلى الأبد، وراح يشوف الإنسان نتائج هذا المشروع في الدنيا وفي الآخرة. فكيف إحنا حرصنا على مشاريع الدنيا المادية، كيف إحنا مفتحين عيننا عليها؟ المفروض هذا المشروع يكون أكثر مشروع يعني زي ما يقولوا نبذل فيه الغالي والنفيس، كل شيء، لأنه هذول هم الثمرة الفؤاد. لذلك فهم هذا الموضوع مهم جدا قبل موضوع التربية. نحن مش من مسؤوليتنا يعني لا يدخل من ضمن التربية نحن أكل وأشرب أولادي. احنا قلنا هذا الكلام، هذه من الأشياء الأساسية من أساليب الحياة ومن يعني ضرورات الحياة اللي لازم أقدمها لهم. لكن الشيء المهم هو التربية. هنا موضوع مختلف تماما وموضوع عميق جدا يحتاج فهم. فإذا نرجع نقول للأساس، يربى المربون على فهم التربية الإسلامية إيش معناها، ويعرفوا أدوارهم. ولما نقول أدوارهم، لا هي الأم اللي تتحمل موضوع التربية ده لحالها ولا هو الرجل. وما في داعي نقول مثلا النساء زمان كانوا هم اللي يربوا وما كان في أي مشكلة. لا، كل زمان له شيء يختلف وكل زمان له تحدياته. وكون الأب والأم يقفوا في هذا الثغر العظيم في موضوع التربية مع بعضهم البعض وهم يربوا ويفتحوا عينهم على أولادهم، معناه في قوة هذا وحماية لهؤلاء الأبناء. أما تترك المرأة لوحدها تجابه وتقاتل في موضوع تربية الأولاد وتربية البنات ومش عارف إيش وتعاني وتكابد، وبعدين الرجل يجي يعني زي اللي يوقع على ورقة فقط إنه هذول أولاده، أو إن الرجل يعاني لوحده يبني والمرأة تهدم، هذا طبعا مرفوض. وهذا نعرف نحن يحدث دائما، يعني مثلا أو في غالب العائلات يحدث، يكون الأب جالس يربي كويس والأم تخرب من وراها، ولا الأم تربي كويس والأب يخرب، ولا الاثنين يرموا على بعض حمل الأبناء وتربيتهم. فالأبناء يربيهم إيش؟ يربيهم في وقت الفراغ، ويربوهم أصدقائهم، ويربوهم الإنترنت، يربيهم أي شيء آخر بس مو هم. فهذه الأشياء مهمة جدا نحن ننتبه لها وننوي فيها نية صادقة مع الله سبحانه وتعالى في تربية أبنائنا، وفهم أنه أساس التربية الإسلامية هي التربية على العقيدة الإسلامية، العقيدة الصحيحة، العقيدة اللي ما فيها ازدواجية، العقيدة اللي ما فيها خلط، العقيدة اللي ما تتأثر لا بالعادات والتقاليد، ولا أني أنا لما أجي أربي ولدي ولا أنه يتعلم ويتشرب هذا النوع من التربية أنه يعمل حساب لا للعادات والتقاليد ولا للمجتمع ولا لهوى أبوه وأمه ولا لهوى هو، إنما يعمل حساب رضا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ويجعل مقياس أعماله هي الحلال والحرام فقط. ممكن يبدو كلمة الحلال والحرام أنه لازم أعلم الولد والبنت وهم كبار، لا، الأطفال أذكياء جدا من وهم صغار. لما يتشربوا هذه الفكرة خلاص، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبواه.
على ما يتعود الابن والبنت ينشأ ويكبر. لذلك موضوع تربية الأبناء قلنا إحنا موضوع يقوم فيه المربون، وهم لازم يكونوا مستعدين قبل أن يخوضوا في هذا الأمر. وعلى فكرة موضوع التربية ده هو أول طفل اللي الواحد يتعب في تربيته، لكن بعد كده سبحان الله كأن الله يعد جيشا من المربين للأجيال اللي بعدها، فيكون أول مرة الأب والأم اللي يعانوا شوية ويتعبوا، لكن هذا تعب مبارك، فيربوا أول طفل. بعدين يصير الأب والأم والطفل الأول أو الابن الأول والبنت الأولى هم يساعدوا في عملية تربية الأبناء الآخرين، وهم بالتالي يحملوا كمان تربية أبناء الإخوة الآخرين، وهم بيحملوا نفس هذه بذور التربية في مدارسهم، مع أصدقائهم، مع الجيران، مع الأقارب، مع العائلات. ولما الناس تشوف أثر تربية الآباء والأمهات، التربية الصحيحة والتربية الإسلامية في أبنائهم، يتساءلوا كيف هدول تربوا؟ فهنا الآبوين هم حيكونوا مرشدين للآخرين في موضوع التربية وتعليم الناس كيف يكون التربية الإيمانية أو التربية الإسلامية الصحيحة لهؤلاء الأبناء. طيب هل الأبناء في كل عمر لازم يكون في موضوع التربية يعني عبء على الأم؟ مثلا الأم هي اللي تربي في كل العمر، في كل الفئة العمرية مثلا، والأب يعني زي ما احنا قلنا يوقع فقط على موضوع التربية. طبعا أنا قصدي موضوع التوقيع، أنه إذا الأم أحسنت في تربية أبنائها وظهر هذه الأثر الجيد في التربية فهو ينسب للرجل، هذا هو التوقيع. وإذا هي ربت كويس لكن الأبناء صار منهم تقصير ولا أي شيء، ينسب للمرأة. هذا هو المقصود بالتوقيع يعني. هل هذه مسؤولية التربية هي تقع على عاتق الأم؟ لا طبعا. في مرحلة عمرية معينة تقريبا لغاية 10 سنوات في أقصى شيء، الأم هي مسؤولة عن التربية ووضع البذور والأساسات للأبناء هؤلاء في تربيتهم في تنشئتهم. لكن بعد 10 سنوات مسؤولية الأب تكبر هنا. ليش؟ بالذات لما يكون عنده ولد، لأنه في 10 سنين الولد يحتاج القدوة، فإذا كان الأب هو القدوة الصحيحة اللي ممكن الولد يقتدي بها، حيتعلق بهذا الأب، ويبدأ هذا الأب يربيه الآن تربية الرجال أو تربية الشباب الكبار. فهو مش هيحتاج أمه في هذه المرحلة، إنما يحتاج بعد 10 سنين يحتاج أبوه، يحتاج إنه الأب يجاوب على أسئلة تمس حياة الرجل أو تمس حياة الأولاد، يحتاج إنه يفهموا أشياء معينة. ولما نقول نفهموا مو يفهموا برا البيت كيف الحياة وكيف لازم يتعامل مع الأولاد وكيف لازم يضرب هذا الولد ولا ممكن كيف يرد على هذا وإذا حد قال له، مو هذا القصد. إنما يحتاج أنه يتعرف على علم وثقافة أبيه من خلال الالتصاق به وتوجيه أبوه. في هذا العمر الأولاد يقبلوا من آبائهم ما لا يقبلونه من أمهاتهم. ليش؟ لأن الولد يشعر أنه هو رجال، فلازم يمشي مع رجل ويتكلم زي الرجال، ولازم يكون اللي خاطبه يأمر وينهاه رجل، فهنا هو بحاجة إلى الأب. أما البنات في هذا العمر يحتاجوا إلى أمهم أكثر، لأنهم الآن هم يبدأوا يدخلوا في طور أنه يكونوا نساء أو نساء صالحات ونساء مسلمات. موضوع التربية بين الماضي والحاضر موضوع طويل جدا، وإحنا تطرقنا فيه إلى موضوع مهم جدا في داخله أن إحنا بحاجة إحنا نبدأ نربي أبنائنا تربية إسلامية. فهذا الموضوع موضوع التربية الإسلامية اللي لازم نحن نوجهه ونوفره لأبنائنا يحتاج إلى كلام كثير، لأنه في أركان وأساسات وقواعد لازم تنبنى أثناء عملية التربية. بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة راح يكون استكمال لهذا الموضوع مع شرح وافي يعني توضيحات كثيرة جدا في مفهوم التربية الإسلامية مع الأركان مع الأساليب المتبعة للوصول بأبنائنا بإذن الله تعالى أن يكونوا أبناء صالحين بررة. كنت أنا معكم خديجة برهان في برنامج خطوة. انتهى لقاء اليوم، وألتقيكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في نفس الموعد، وأترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.